الجوال رن. ألو أستاذة إلهام، عندك مقابلة عمل في الشركة وحتكون كلها بالإنجليزي. لو جاتك مكالمة زي كده، هل أنت مستعد تروح مقابلة العمل وترد على كل الأسئلة بثقة؟ ولو كنت جالس في اجتماع وتبغى تقنع الناس بأفكارك، حتعرف تتكلم بطلاقة؟ ولو تبغى تتفاوض على راتبك والبنفتس أو حتى صفقة كبيرة، حتقدر تختار الجمل والكلمات الصحيحة اللي من خلالها تحقق أعلى مكسب وتحصل اللي تبغاه؟ لو تحس إنك تتردد وإنت تتكلم في شغلك أو مو قادر توصل أفكارك بقوة، المشكلة مو في مستواك في الإنجليزي، المشكلة في نوعية الإنجليزي اللي أنت تتعلمه. وعشان كده أنت محتاج تتعلم البيزنس إنجليش، لأنه هذه هي اللغة اللي يستخدموها داخل الشركات متعددة الجنسيات. وعشان كده جمعت لي كل الجمل والمحادثات اللي هتحتاجها في مسار تدريبي متكامل هيحقق لي كل اللي كلمتك عنه وأكتر. بس تابع معايا للأخير عشان تعرف كل التفاصيل. المسار التدريبي يحتوي على أولاً الكتاب الرئيسي عبارة عن 360 صفحة، حتلاقي داخل الكتاب كل الجمل والمحادثات اللي تستخدمها في مقابلة العمل، في الاجتماعات والتفاوض، وكمان في العروض التقديمية والإيميلز، وكمان التواصل أونلاين عن طريق جوجل ميت أو زوم أو حتى تايبنج عن طريق واتساب أو تيليجرام. ثانياً حتستلم 7 كتيبات عملية ومتخصصة، كل كتاب منهم معد بعناية عشان يخدمك في جوانب محددة من استخدام اللغة. أول كتاب منهم عبارة عن خطة مذاكرة المسار التدريبي بالكامل، مفصل يوم بيوم إيش حتذاكر وكيف حتذاكره. كتاب أهم المحادثات 120 صفحة، حتلاقي فيه محادثات متخصصة عن أهم 20 مجال في البزنس، زي الماركتينج والأكاونتينج وكمان البانكينج، وأخيراً ال AI. كتيب فكر بالإنجليزية، هذا الكتيب دوره إنه يشتغل على المايندسيت حقتك عشان يساعدك تتكلم بطلاقة بدون ما تترجم. كتاب الإنجليزية للسفر، هذا الكتاب حيكون دليلك الشامل لكل المواقف اللي حتتعرض لها وإنت مسافر في المطارات ومحلات الصراف والبنوك والمطاعم والفنادق. كتيب إيميلات بزنس بلا تعقيد، حتلاقي فيه أكثر من 30 برومبتس احترافية جاهزة للذكاء الاصطناعي، يعني بضغطة زر حيكون عندك عشرات الإيميلات الاحترافية وفي ثواني. وكل جملة ومحادثة في المسار التدريبي مسجلة بأكسنت أمريكي عشان تتأكد من النطق الصح وكمان تطبق تقنية الشادوينج. البزنس إنجليش ما يحتاج منك إنك تذاكره نظري، كل اللي أنت تحتاجه إنك تتعلم الجمل والمحادثات اللي حتستخدمها يومياً في عملك. ولازم تنتبه إنه هذا المسار التدريبي مصمم للمستوى المتوسط عشان ينقلك من شخص فاهم الإنجليزي بس مو قادر يستخدمه في العمل لشخص قادر إنه يتكلم بمنتهى الثقة والاحتراف في الاجتماعات والإنترفيوز وكمان في استخدام الإيميلات، لأنه كل مقابلة عمل تمر عليك بدون ما أنت تكون جاهز يعني فرصة عمل راحت عليك. وكل ميتينج انت هتحضره وتسكت فيه يعني حتضيع فرصة على نفسك انه احد يلاحظك ويشوفك. لا تستنى انك تضيع فرصة تانية واطلب المسار التدريبي دحين.